لقطة غريبة وجميلة من كارفاخال إلى والده أثناء احتفالات ريال مدريد. أنت ممكن تستغرب من اللقطة لأنها ما تركبش على بعض، بس أهو ده اللي حصل بقى. في احتفالات ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا ال15 كان متواجد هذا الرجل وهو والد كارفاخال، هو الشرطي المتواجد على الحصان. كارفاخال راح له وأعطى الكاس ال15 لوالده والتقط معاه صورة. واحد هيقول لي يعني والد كارفاخال لسه هيكون شغال بتاع أمن لحد دلوقتي؟ ده ابنه بيقبض ملايين يا عم ولسه مشغله موظف. فعلا يا أبو الكباتن زي ما أنت شايف كده، ما هي الناس دي ما عندهمش الكلام ده. لقطة جميلة من أفضل الأظهرة في تاريخ كرة القدم. يعني تخيل كارفاخال ده عنده كرش وبيشرب 4 معسل في اليوم وبيسهر وبياكل اكل غير صحي وعمره 32 سنة وما شاء الله بيدافع وبيهاجم وبيقطع الكرة من اللاعبين اسرع منه وهم لسه في العشرينات من عمرهم. وتلاقي واحد عنده 25 سنة لو جرى نص ساعة نفسه يروح. بحب انا اللعيبة اللي بتعمل كامباك على نفسها دي. اهو من كام سنة بس كارفاخال ده جماهير ريال مدريد كانت بتطالب برحيله. كارفاخال يحقق البطولة رقم 25 مع ريال مدريد، تاني اكتر لاعب في تاريخ النادي. فمين هو صاحب المركز الاول؟ عاوزك تكتب لي في التعليقات. انسو فاتي ما صدق ان تشافي رحل عن برشلونة. للامانه تشافي ما كانش سيء قوي مع النادي الكتالوني، ولكنه ما كانش مؤمن بموهبه انسو فاتي لدرجه انه كان دايما مقعده على الدكه وبينزله في اخر 10 دقائق لحد ما اللاعب زهق وقال لك يا عم انا همشي اطلع اعاره حتى، وفعلا راح برايتون على سبيل الاعاره لمده موسم واحد. قال فاتي في تصريح صحفي: خطتي واضحه، اريد النجاح في برشلونه، ساعود لبرشلونه في الصيف بثقه عاليه ورغبه كبيره في تقديم افضل ما لدي. وقال ان برشلونه هو النادي اللي هو نشأ فيه، وبيوجه رساله للناس اللي معتقده ان هو مصاب وبيقول لهم انا بخير وجاهز 100%. فهل ممكن يكون فاتي ورقه رابحه مع هانس فليك ولا لا؟ اول مشاكل النادي الاهلي بعد رحيل محمد عبد المنعم عن الفريق. ليه كده بس يا عبد المنعم هتمشي وتسيبنا؟ يلا يا عم ربنا يوفقك. انت اصلا كاهلي كنت محتاج مدافع قوي بجانب عبد المنعم، فدلوقتي برحيله فانت في ازمه حقيقيه لانك بقيت ملزم تجيب 2 عبد المنعم، 2 مدافعين اقوياء زي عبد المنعم. وعلشان نكون بنتكلم بصراحه يعني صعب تلاقي كواليتي عبد المنعم بسهوله وبسعر رخيص. يعني مثلا على سبيل المثال هو افضل مدافع في قاره افريقيا، فلو انت هتجيب من اوروبا مثلا ولا ايه؟ واكيد انك مش هتقول لي انك هتعتمد على المدافعين اللي عندك، طبعا ليهم كل الاحترام ولكنهم كلهم كاسرين ال30 وانت محتاج مدافعين صغار في السن علشان تبني عليهم الفريق. ده غير لو طلعنا قدام شويه في التشكيله فهتلاقي انك محتاج لاعبين في مراكز تانية. فتفتكر يا ابو الكباتن النادي الاهلي هيعرف يعوض محمد عبد المنعم بسهوله ولا لا؟ نجوم انتهت عقودهم مع انديتهم وعلى رادار دوري الروشن السعودي. اللاعبين دول بالفعل لو انتقلوا الى الدوري السعودي فبالتاكيد هيكونوا اضافه كبيره، بس مش هيبقوا يعني بنفس تاثير كريستيانو رونالدو. كشفت تقارير صحفيه ان هناك العديد من اللاعبين اللي انتهت عقودهم مع انديتهم ومرشحين وبقوه للانتقال الى دوري الروشن السعودي، وده بنسبه كبيره هيكون في الصيف المقبل. واللاعبين دول هم: في حراسه المرمى ممكن ياتي الثنائي ديفيد دخيا وكيلور نافاس، وفي خط الدفاع انتهى عقد الفرنسي رافائيل فاران مع مانشستر يونايتد، والفرنسي ادريان رابيو مع يوفنتوس الايطالي، والاسباني تياجو الكانتارا مع ليفربول، والالماني ماركوس رويس مع بروسيا دورتموند، والمهاجم الهولندي ممفيس ديباي مع اتلتيكو مدريد. فمن تفضل من هذه النجوم انه ينتقل الى دوري روشن السعودي؟